لو الموبايل عندك مش بيشحن أو بيظهر علامة الشحن لكن النسبة مش بتزيد، أو الشحن بيفصل ويشتغل لوحده، يبقى لازم تفهم دايرة الشحن كويس جدا. دايرة الشحن في أي موبايل بتبدأ من منفذ اليو اس بي اللي بيدخل منه جهد 5 فولت اسمه في باص. الجهد ده ما بيروحش مباشرة للبطارية، لكنه بيعدي على اي سي الشحن الأول، وهو المسؤول عن تنظيم التيار وحماية البطارية أثناء الشحن. اي سي الشحن هو العقل الرئيسي لدايرة الشحن، بيتحكم في التيار الداخل وبيحمي البطارية من الزيادة والسخونة، وأي عطل فيه بيأثر على عملية الشحن بالكامل. في 3 خطوط مهمة لازم تفهمهم: في باص وهو خط 5 فولت من الشاحن، بي اس اي وهو خط تعريف البطارية، واي دي لاين المسؤول عن تعريف نوع الكابل. أشهر الأعطال في دايرة الشحن هي عدم وجود شحن نهائي، شحن وهمي، أو فصل الشحن المتكرر. طريقة التتبع الصح تبدأ من قياس في باص، ثم فحص سوكت يو اس بي، ثم تتبع الخط إلى اي سي الشحن، ثم قياس الخرج إلى البطارية. وأهم قاعدة في الصيانة: ابدأ من مصدر الجهد وانتهي عند البطارية. كده انت فهمت دايرة الشحن بشكل عملي، وتقدر تحدد الأعطال بطريقة احترافية. لو الموبايل عندك مش بيشحن أو بيظهر علامة الشحن لكن النسبة مش بتزيد، أو الشحن بيفصل ويشتغل لوحده، يبقى الفيديو ده مهم جدا ليك، لأنك بعد 10 دقايق هتفهم دايرة الشحن خطوة بخطوة، وهتعرف تحدد العطل فين بالظبط من غير تخمين. خلينا نبدأ من الأساس. دايرة الشحن في أي موبايل بتبدأ من منفذ اليو اس بي. أول ما توصل الشاحن بيطلع جهد 5 فولت. الجهد ده اسمه في باص، وده يعتبر نقطة البداية في أي دايرة شحن. ال5 فولت دول ما بيروحوش مباشرة للبطارية، لكن بيدخلوا الأول على اي سي الشحن، وده عنصر أساسي جدا في الموبايل، لأنه المسؤول عن تنظيم عملية الشحن بالكامل. اي سي الشحن وظيفته مش مجرد توصيل كهرباء، ده بيعمل 3 حاجات أساسية. أولاً، بينظم التيار الداخل للموبايل. ثانياً، بيحمي البطارية من الشحن الزايد. ثالثاً، بيتحكم في درجة الحرارة أثناء الشحن. يعني ببساطة، اي سي الشحن هو المدير اللي بيدير عملية الشحن بالكامل، وأي خلل فيه بيأثر مباشرة على الشحن. دلوقتي لازم نفهم خطوط مهمة جدا في الدايرة دي. أول خط عندنا في باص، وده خط 5 فولت جاي من الشاحن مباشرة، ولو مش موجود يبقى المشكلة من يو اس بي أو الكابل. تاني خط مهم بي اس اي، وده خط تعريف البطارية. الموبايل من خلاله بيعرف نوع البطارية وحالتها، وهل هي أصلية ولا لأ. تالت خط اي دي لاين، وده خط ذكي جدا، بيحدد نوع الكابل المستخدم، هل هو شاحن عادي ولا او تي جي ولا شحن سريع. بعد ما فهمنا المسارات، خلينا نخش على أشهر الأعطال اللي بتقابل أي فني. أول عطل: الموبايل لا يشحن نهائي. في الحالة دي مفيش أي استجابة عند توصيل الشاحن. الأسباب غالباً قطع في خط في باص، تلف في سوكت يو اس بي، أو تلف في اي سي الشحن نفسه. وأهم خطوة هنا إنك تبدأ دايماً بقياس الفولت من عند مدخل يو اس بي. لو مفيش 5 فولت يبقى العطل قبل اي سي أصلاً. تاني عطل: شحن وهمي، وده عطل شائع جدا. تلاقي علامة الشحن موجودة لكن نسبة البطارية لا تزيد. الحالة دي غالبا بتكون بسبب ضعف في اي سي الشحن، أو مشكلة في مسار البطارية، أو مقاومة أو مسار مفتوح في الخط. والخطأ الشائع هنا إن الفني يغير البطارية
لكن المشكلة بتكون في البوردة. تالت عطل، فصل الشحن. يعني الشحن يشتغل ثواني وبعدها يفصل، وده بيكون من أصعب الأعطال لو ما اتعملتش صح. الأسباب المحتملة: سخونة في IC الشحن، مشكلة في خط ID، أو سوكت USB مش ثابت، أو لحام ضعيف في البوردة. وهنا لازم تركز جدا على الحرارة، لأن أي IC بيسخن بسرعة غالبا فيه قصر داخلي. دلوقتي نخش على أهم جزء في الفيديو، إزاي تتبع العطل صح خطوة بخطوة. أول خطوة، تقيس في باص، لازم تلاقي 5 فولت ثابت من الشاحن. تاني خطوة، تفحص سوكت USB كويس جدا، لأنه سبب 50% من أعطال الشحن. تالت خطوة، تتبع مسار الفولت لحد IC الشحن. رابع خطوة، تقيس خرج IC ناحية البطارية وتشوف هل الفولت بيكمل ولا لأ. خامس خطوة، تفحص خطوط BSI و ID، لأن أي خلل فيهم ممكن يمنع الشحن تماما. سادس خطوة، اختبار الحرارة. أي IC بيسخن بسرعة يعني فيه مشكلة داخلية. نقطة مهمة جدا، في الصيانة مفيش حاجة اسمها تغيير قطعة وخلاص، لازم دايما تمشي بالقياس مش بالتخمين. أخطاء شائعة عند الفنيين، في أخطاء ناس كتير بتعملها: تغيير IC الشحن قبل الفحص، إهمال سوكت USB، تجاهل خط BSI، أو عدم قياس في باص أصلا. والنتيجة مصاريف زيادة ومشكلة لسه موجودة. خلاصة احترافية: لو فهمت دايرة الشحن صح هتقدر تحل 70% من أعطال الموبايلات بسهولة. ابدأ من المصدر، اتأكد من 5 فولت، اتبع المسار، حلل الخطوط، وبعدين قرر التغيير. نهاية الفيديو. كده انت دلوقتي فاهم دايرة الشحن بشكل عملي واحترافي. ولو عايز تكمل المستوى الجاي هنشرح دايرة الباور IC وأعقد أعطال الموبايل. في النهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي محتوى الكورس.